مشاكل في اللايف. نرجع لمرجوعنا تاني ونتكلم على التوقيع على بياض في ايصال الامانه. يا استاذ الحقني. الو، ايوه يا استاذ الحقني. انا كنت مضيت على ايصال امانه على بياض، الراجل كتب 200 مليون ورفع الوصل عليا. اعمل ايه؟ مكان النجاه بتاعك في حاجه واحده بس، في الماده 340 من قانون العقوبات. ملخص الماده بتقول حاجه بسيطه جدا، بتقول ايه؟ كل من تحصل على توقيع على بياض على مستند يضر عن بتعبئته او ملاء، يعني يضر مين بقى؟ صاحب التوقيع، يعد تزوير. فانت هتعمل ايه؟ نشرب بس قهوه الاول عشان نفوق كده. المهم، هتطعن بالتزوير على المستند ده وتقول فيه بالتزوير، وتطعن فيه بالتزوير وتقول ان تم التوقيع على بياض، وتطعن في الصلب الورقه دي ان كانت ايصال امانه، ان كان كمبياله، ان كان ورقه باي مستخلص، اي نوع الورقه مش مهم. المهم عندي هتطعن على الصلب وتقول مش خط، وتم التحصل عليه على بياض. وخصوصا الموضوع ده بيبقى في صالات الامانه، هتطعن في الصلب فوق، ان اللي فوق مش انت. عشان كده بنقول وصال الامانه عشان يبقى سليم لازم اللي يمضي تحت هو اللي يكون ماضي فوق، هو اللي كاتب فوق، هو اللي مالي الصلب فوق. تمام. وافضل الامور انها تبقى مكتوبه كمبيوتر عشان يمضي ويوقع عليها. المهم، هتطعن عليها بالتزوير، هيثبت ان مش امضتك، مش توقيعك، قصدي ان الامضه بامضتك بس الصلب فوق مش توقيعك، مش بتاعك، مش امضتك، مش خطك، ان الامضه مختلفه عن الخط اللي مالي فوق. ساعتها تقدر تطعن بالتزوير عليها، وساعتها تقدر تقول ان الورقه دي مزوره صلبا وليس توقيعا. يعني هشوف توقيعك انت وخطك انت في الامضه وكاتب اسمك وبياناتك كلها، لكن الورقه صلبا ومضمونها تطعن عليها بالتزوير عشان تطلع انها صلبا مش بتاعتك، لا تملكها، او مش انت اللي عبيتها، وان الورقه دي تم توقيعها على بياض. دي نقطه مهمه جدا بتنجد الناس اللي معرفش ساعتها بيبقوا واكلين ايه ولا شاربين عشان يمضوا على بياض. او ممكن لو انت راجل حب يعمل عليك نصع وانت تاخد قسط ولا حاجه ويطلع عليك قسط 500 جنيه ولا حاجه، فياخد الايصال ويمضيهولك على بياض، فمضيك عليه فاكر ان هو كده ناصح ويقدر يمسكك منه ويحط بقى مبالغ ضخمه وانت عليك قسط بسيط. يعني انا حصل قدامي واقعه ان واحده بتجوز بنتها فبتجهزها فجابت ثلاجه فبتدفع القسط بتاعها 500 جنيه كل شهر، عجزت معاها شهرين فالاجمالي اللي عليها 1000 جنيه. فوجئنا ان الوصلين مرفوعين عليها كل وصل ب 10000 جنيه، كل وصل ب 10000 جنيه. طب ده انت ده كل اللي عليها 1000 جنيه على ايصالين، كل ايصال ب 500 جنيه. ازاي انت تعمل 10000 جنيه مبلغ؟ الست المهم ست غلبانه وما كانتش عارفه تعمل ايه، فتعالج بالتزوير والحمد لله رب العالمين قدرنا نجيب لها براءه، واتحولت القضيه لتزوير. الشخص بقى اللي رفع الايصال والكلام ده حول القضيه لتزوير للمجني عليه، واصبح المجني عليه متهم، واصبح المتهم مجني عليه. وهنا احنا كده قدرنا نقلب القضيه بالكامل. اخر حاجه بقى كنا دي بالنسبه لايصالات الامانه. الناس اللي كانت بتسال على ايصالات الامانه وحكايه انا ماضي على بياض يا استاذ اعمل ايه؟ انا هتحبس كده يا استاذ، المبلغ اللي مكتوب في الايصال او في الورقه مش هو نفس المبلغ اللي المفروض انا ادفعه واسده. الراجل بيطالبني باضعاف اضعاف مضاعفه من المبالغ، فهو ده ثغره قانونيه. ونحفظ الماده 340 من قانون العقوبات، هي الماده دي اللي بتطلعك من الموضوع ده وتطلعك من الثغره دي، بس يا ريت ما تحطش نفسك فيها. تمام. ولو حطيت فيها ربنا كرمنا فيها ثغره في قانون نقدر نستنجد بيها. معاكم برضو لسه في اللايف مستمر، اللايف اللي فاتت قطع معلش، لكن انا معاكم على اللايف مستمرين. لو في اي اسئله استفسارات قانونيه انا معاكم. كان في بعتة ازاي اقدر ارفع قضيه في محكمه ارفع قضيه خلع في محكمه الاسره. بص يا ست الكل، ورقه وقلم واكتبي ورايا. هتجيبي صورة رسمية من قسيمة الجواز الورقي اللي انت بتاخديها من المأذون. لو ما عندكيش روحي المحكمة اديهم بياناتك هيطلعوا لك واحدة، هتلاقيها مسجلة على الكمبيوتر، هيطبعوا لك واحدة. ليه بقى؟ عشان مكتوب فيها المهر. بعد كده بتعملي انذار في المحضرين على يد محضر بقيمة المهر المقدم مش المؤخر. يعني ساعات بيكتب 1 جنيه مقدم و20 30 50 مليون وليكن ما يكون قيمة المؤخر، ماليش دعوة بيه.
تدفعي المقدم من المهر هو جنيه، بتعملي له انذار على يد محضر بقيمة المهر، وبعد كده بتوجهي المكتب فض المنازعات او التسوية اللي موجود في محكمة الأسرة اللي تبع عنوانك انت، مالكيش دعوة بعنوان الزوج. بتسحبي ملف اسمه ملف التسوية، اسمه كده عامة اسمه ملف التسوية، وتملي بياناته وتحدد لك جلسة، وبعد كده لو جه مقابل بان هو يطلقك خلاص ما يرضيش، فحضرتك بنرفع قضية خلع في المحكمة. بتروحي بقى قضية الخلع، بتروحي في قضية الخلع اللي في المحكمة دي بترفعيها، بتحضري أول جلسة، تاني جلسة بيتحل الخبراء، بعد كده من تاني جلسة أو تالت جلسة، بعد كده بتروحي حاجة اسمها إصلاح ذات البين لجنة الأزهر، فأمنتها بتبقى حوالي من 100 ل 500 جنيه حسب كل محكمة وتقديرها. بعد كده بترجعي تاني للقاضي، القاضي بيطلقك منه زي السلام عليكم، ويبقى تم التطليق خلعا طلقة لا يجوز الرد فيها. خلصنا كده؟ لا معلش، ركزي بقى، خدي الحته الزياده بتاعت احمد الجزاوي بقى. الحته الزياده بتاعت احمد الجزاوي بيقول لك فيها بعد كده بتاخدي الصيغه التنفيذيه وتاخدي خطاب من المحكمه موجه لفين؟ للسجل المدني. ليه؟ عشان اسلم السجل المدني الصيغه التنفيذيه بالطلاق خلعا ومع الجواب الموجه، وتروحي تسلميها فيسلموكي قسيمه الطلاق بعدها ب10 ايام تقريبا يعني. دلوقتي اصبح قضايا الخلع من اسهل القضايا الموجوده في محكمه الاسره. قضيه لو طولت وخدت منك شهرين، انا بقول لك كده القضيه طولت، في قضايا بتقعد بالشهر وممكن اقل من كده، في قضايا بتطولش في محكمه الاسره خصوصا للخلع. القضايا الوحيده اللي بتطول دلوقتي الطلاق للضرر، اثبات النسب، الحاجات دي. اهلا وسهلا بكل اللي معانا في اللايف. انا الكلام خدني ولسه ما رحبتش بالناس اللي معانا في اللايف، منورنا يا جماعه. نرجع لمرجوعنا تاني. احنا خلصنا كلام في ايصالات الامانه، خلصنا كلام في الخلع في محكمه الاسره، وطلع موضوع الخلع زي ما قلت لكم ابسط مما يتخيل، اجراءاته سهله وبسيطه جدا، ونقدر نتكلم فيها سهله، تقدري تعمليها لوحدك كمان، بس يفضل يبقى معاكي محامي عشان في تكات صغيره ما تقعيش فيها زي الاعلان وعد الاعلان وعرض الخبراء واصلاح ذات البين، بتعملي لها ده. عموما احمد الشوري، ازاي حضرتك يا ابو حميد؟ انا رقمي هقوله لك اهو: 010 931 925 78. هقوله تاني: 010 931 925 78. يا ابو حميد تمام كتبته ولا اعيده تاني؟ هقوله اخر مره. محمود ازاي يا حبيبي؟ عامل ايه؟ محمود اخبارك؟ محمود سيد اخبارك ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا محمود يا سيد؟ اخباركوا ايه؟ احلى ترحيب دي. هكرر تاني رقم تليفوني: 010 931 925 78. انا خدت معاكم اللايف ندردش شويه دردشه قانونيه، لو حد محتاج يستفسر او حاجه او اي اسئله، الدردشه ببلاش، الاسئله الاستشارات القانونيه مجانيه. انا قاعد في البيت زهقان فقلت اخش معاكم لايف نشوف الدنيا فيها ايه وندردش مع بعض. اللي عنده اي اسئله نقدر نتكلم فيها. تمام، محدش اي اسئله نقدر نتكلم فيها. طيب نرجع لمرجوعنا. نقفل بس فوق القهوه ده عشان انا كيف قهوه ومدمن درجه انا ممكن الحس البني يعني. نرجع لمرجوعنا بقى. طيب قايمه بقى، انا عليا قايمه يا استاذ الحقني، والقايمه بشيء وشويات مضيني على قايمه وغارت علي بابا. والله انت اللي وحشنا اكتر يا محمود، والله انت وحشنا اكتر، والله حبيب قلبي، حبيبي والله، منور الدنيا كلها، من احسن الناس واكتر الناس المحترمه اللي بتشرف بيهم. احمد ربنا يخليك، اتشرف بيك ان شاء الله. لو احتجت اي حاجه ابعت لي على الواتس، حتى لو انا في الجلسه او في المحكمه ساعات ما بردش الصبح، فعشان جلسه ومحكمه الواد يقول لي خليه سايلنت، فابعت لي على الواتس حتى وانا تحت امرك يا خالد. حبيبي يا محمود، منور الدنيا كلها، حبايبي يا جماعه منورين الدنيا. نرجع بقى نتكلم لموضوع
مدرسة، نقول مدرسة العيال الصغيرة، مدرسة دار العيال الصغيرة. صدر قرار بإحالتها للمحكمة العسكرية للتحقيق فيها. هو الوحيد اللي عنده الصلاحية بالموضوع ده رئيس الجمهورية على فكرة. وأنا شايف إن النيابة العامة والنائب العام ما قصروش. وعلى فكرة المتهمين دلوقتي ما بقوش 3 زي ما احنا عارفين، ده وصل الموضوع ل7. تحاليل الدي ان الملابس العيال الصغيرة الأطفال والكلام ده كله ثبت إن في 7، ولسه القوس مفتوح. المدرسة أنا مش عارف دي كانت عربخانة ولا مدرسة، لسه القوس مفتوح، فهنشوف هيوصل عدد المتهمين فيها لقد إيه. هما دلوقتي التحقيقات لسه لغاية دلوقتي في أخبار بتقول إنها اتحالت المحكمة العسكرية التحقيق فيها، بس لغاية دلوقتي التحقيقات موجودة في النيابة، والنيابة ما زالت بتحقق فيها. النيابة موجودة على أكمل وجه، الدايرة عمالة تفتح. فإحنا الحمد لله أنا شايف إن النيابة قايمة بدورها كفاية قوي، بس حالتها المحكمة العسكرية دي فيها نوع من ما فيهاش تخفيف. العقوبة مغلظة، الاستئناف أو الطعن بالنقض فيها شديد وصعب، الإجراءات فيها عنيفة شوية. فأنا لسه ما شفتش حاجة اتحلت فعلا، بس لكن اللي أقدر أقوله إني ربنا ييسر الحال إن شاء الله. حق العيال دي هيرجع، دي نقطة كنا بنتكلم فيها. هنرجع بقى لأيمن عشان راحت من دماغي معلش. أنا عليا أيمن ومضيني على أيمن مغارة علي بابا، أعمل إيه؟ أولا في دفع بسورية القايمة. يا جماعة القايمة دي قايمة سورية غير حقيقية، واطلب إحالتها للتحقيق، والقاضي يجيب الشهود يتسأل ويتأكد إن القايمة دي غير حقيقية، وإن المكتوب فيها دي قايمة سورية ومش حقيقية. فعشان كده لازم القاضي لازم نحيلها للتحقيق. طيب الحاجة التانية، هتعمل محضر إثبات حاجة بعدم الامتناع عشان تقف قدام القاضي وتقول له أنا مش ممتنع أسلم حاجة. هي اللي ممتنعة تستلم، واعمل لها إنذار بعرض المنقولات. ساعتها تاخد الدعوة تعليقي ويتحول الوضع إلى إيه؟ حبيب أبو حميد، تسلم أبو حميد. وأمنية منورة الدنيا. أمنية يا أمنية يا عبد الرحمن، ازيك؟ أخبارك إيه يا رب؟ أخبار صحتك إيه؟ الناس بقالي سنين ما شفناهمش يعني. نرجع بقى لمرجوعنا تاني. فأنت بتعمل إنذار وبتعمل محضر تقول أنا مش ممتنع. قايمة موجودة بس بدفع بسوريتها، وان المنقولات اللي موجوده في البيت عكس المنقولات اللي موجوده اللي في الحقيقه. في نوع لعبه تانية تقول ان انا مش في الشقه مش في البيت، وان المنقولات والحاجات دي كلها مش تحت سيطرتي الفعليه، وان المنقولات كلها سيطرتها الفعليه تحت الزوجه واهلها. وانزل اعمل محضر بكده، اعمل محضر اثبات حاله يا جماعه، منقولاتها وحاجاتها اللي بتطالبني بيها في القايمه، انا راجل مش سايب البيت ومش موجود في البيت، والبيت تحت سيطرتها هي واهلها، ودخولي للبيت عمليا هيسبب في مشاكل واحتكاك وضرب ومشاكل بيني وبين اهلها. وتقدر تعمل اثبات حاله بالواقعه دي. اصبح ان انت المنقولات مش تحت ايدك، فتقدر تطلع من القضيه دي، وساعتها الحاجه عندها ناقصه زايده، الحاجات عندها. فدي لعبه او ثغرة او منفذ يقدر الراجل ينفذ فيه. بس ان القايمة تكون، لو القايمة مبالغ فيها او ان انت ماضي على قايمة صورية يعني. راح قاعد بقى في البيت زهقان، ها محدش عنده اي اسئلة محتاجة اي اسئلة قانونية استشارات؟ محمد بلاش اهو خلاصوا انجزوا استفيدوا مني. استفزوا ايه؟ استفيدوا مني. معتز منور حبيبي. فارس نورتنا. احمد دشوري كتر الف خيرك يا حبيبي. في حد من روسيا منور اللايف بتاعي، سلام لنا على الحاج بوتين. بارك الله وجعتني كنت قاعدة، قلت اخد بريك النهارده اقعد في البيت، بس برضه اللي يردم حاجه ما بطلهاش، لازم اقعد باستشارات قانونيه برضه. طيب عامة يا جماعة عندكم البريد، اللي عايز يبعت لي حاجة عندكم رقمي، عندكم الواتس، واعتبروني اخوكم. احتجتوا اي حاجة ابعتولي على الواتس، ابعتولي على الماسنجر على الفيس، ابعتولي على البريد اللي هو بتاع التيك توك. في جميع الاحوال ارقامي معاكم وانا تحت امركم. لو احتجتوا اي استشارة انا موجود يا جماعة. واتشرفت بيكم في اللايف ده واتشرفت بالجميع، واستاذنكم. طبعا في خير. نقفل بقى اللايف ده.